عسلامة البنات، شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في افضل حال وانتم تفرجوا في الفيديو متاع اليوم. اجاونا فتحوا نهارنا بالصلاة على النبي. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. شنو احوالكم؟ ان شاء الله تكونوا في خير ونعمة، ان شاء الله نهاركم من اسعد الايام يا ربي. نهار جديد وفيديو جديد وكالعادة لا تقطعنا عادة. بديت معاكم هكايا شوية مقطع غسلان الماعون، هذا روتين مصور العشية باش نحضر معاكم العشاء متاع نهار السبت. عندي شوي معون هكا من فطور نص النهار، حطيت نغسل فيهم، عملت لهم هكا شوي مسفوف بالرمان. البنات كيف ما تعرفوا اليوم بناتي ما يقراوش، اليوم سبت حاسيلو باقين بحذاي في الدار. عملت لهم هكا شوي مسفوف بالرمان فطور نص النهار، وعشاء الليل ان شاء الله باش نعمل معاكم هكايا مقلوب ان شاء الله. قبل كل شيء حسيلو حبيت نغسل هكايا الماعون وباش نجم نلقى كيفاش نقضي نجم كيفاش نطيب، فهمتوني. حبيت نرحب بالمشتركين الجدد اللي دخلوا معنا القناة، مرحبا بكم، انستوني شرفتوني. ونطلب من اللي يتفرج فيا اول مره ومازال ماهوش مشترك في القناه يشترك، ينزل على الصابوني الكحله الموجوده تحت الفيديو وينضم معنا العائله متاعنا الصغيره. بطبيعه الحال هذا فضلا وليس امرا. ومرحب زاده بالمشتركين القدم اللي معانا، مرحبا بكم انتم عاد الكل في الكل، انتم مالي الدار، ربي يفضلكم وربي يخليكم على كومنتاريتكم، على حديثكم المزيان، على كل شيء. ان شاء الله ربي يفضلكم، ان شاء الله ربي يديمكم نعمه في حياتي. باهي لهنا العشيه البنات كيف ما قلت لكم. عملت للبنات في نص النهار، عملت انا وياهم، معناها كان انا وياهم بهم يخدم. عملت عملنا مسفوف هكا بالرمان، ولا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله وتويك حاسيلو هاني باش نلم هكا شوي الكوجينة، عند شوي معون تاع نص النهار فاضل لي، حطيت غسلته هاني نشلل فيه باش نبدا نحضر العشاء. لهنا باش كامل نغسل الماعون، حاسيلو باش يناديني راجلي باش يقول لي هيا كان عندك ما تقضي هاني هابط. هكا نولي نلبس جلبابي، والله البنات حتى من صغاري خليته في دار جدهم، معناها ما هزيتهمش. نوليت نلبس جلبابي وخرجت، معناها مشيت شريت، مشيت قضيت معناها قضيت بسيطة للدار. هكا باش نكمل نعمل مسحة لك لافابو. النهايات السعيدة مسحته وكا هو لهنا البنات شنوريكم مشتريات. نلقى العطار عنده الزيت، خذيت إترا زيت، عطاني كان إترا، وخذيتك بدون الجافيل هذاك، باكو فارينة. سوجو تحب عن نواصر خذيت لها زوز باكوات نواصر، وحكة مايونيز. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. بيليت للميزان، خذيت خميره متاع خبز، خذيت واحده تريتمون متاع شعر، خذيت دونتفريس متاع معناها هذيك دونتفريس وفرشاة اسنان، قالت سوجد بنت في كلمه. خذيت انبوبه بيت النوم تحرقت، لوجت على الاقتصاديه البيضه ما لقيتش، معناها لقيت كونكري سي سكر. وليت خذيت الحمرة ذيك شداني، خذيت جبن كات فرماج، وخذيت فلفل احمر وكا بدون الجافيل هذاك، وخذيت واحدة جازوزة بوغا سيدر وكا. هذاك هو مشترياتي. وخذيت بطبيعة الحال شوية حاجات للصغار، ياغورت وتيك وكا الجو هذاك حاسيل. لاني حبيت نوريكم ملصوقة البنات، مازلت كي طيبتها حاسيل وقمت كملت طيبت الملصوقة وقمت غسلتها المعونات وخرجت. ورجعت معنا نوري فيكم كيفاش القوام متاعها. شوفوا لي ما شاء الله، شوفوا جويدة رهيفة الورقة واختها حاسيل. شوف لهنا باش ننقبها البنات ندخل فيها صبعي هاويني. ما شاء الله الورقة واختها ما تحبش الهوية، راهي تحب ديما ملفوفة معناها في حاجة هكا. وكل هذيك اللي في الساشي معناها متاع مولاتها جارتي مازالت ما جتش هزتها، خليتها لها كيكة على جنب وقلت هاي خلي للي تجي. باهي لهنا باش نحضر معاكم البنات عجينة المقلوب. خذيت في ماء دافي، حطيت معاه باكو نص خميرة بحكم معناها نزرب ما عادش وقت. خذيت باكو نص خميرة ومغرفة سكر، وباش نخلطهم هكاك في بعضهم وخليهم يتفاعلوا دارجين، ونرجع لها باش نغطيها ونرجع لها. باكو نص خميرة هكاش نكمل النص. هكا باش نخلطهم كل شيء هكاكا بالكدا، وباش نغطيهم ونخليهم كيف ما قلت لكم دارجين هكاكا 15 دقيقة يتفاعلوا. لاني يتفاعلوا. خذيت واحدة ياغورت ناتوريل، صبيتها في وسطهم،
وباش نزيد ناخذ معاها كعيب عظم ونحط لها الفرينه معناها ونحطها تعجن. هاوني الفرينه حطيت ما يقارب رطل الفرينه، راني صبيت ديريكت ما يقارب رطل، وحليت العجانه تعجن باش نزيد الملح ونزيد الزيت. الملح نص مغرفه كيكه، مغرفه صغيره متاع قهوه ملح، وحطيت لهنا كملت بالماء الدافي باش نحط الزيت. وكا هذاك هو، هذيك هي البات متاع المقلوب. لهنا زدتها شوي فرينه البنات، حسيت روحي حروضتها على الاخر على الاخر. كي صبيت الماء فلتت بين يدي معناها الوحده الكسرونه ذيك اللي فيها الماء هكا. لهنا حسيلو بقيت نعجن فيها كاكا، حطيت لها صبيت لها الزيت ونعجن فيها وكها باش تتفاعل تتجانس المكونات الكل في بعضها هكا. باش نحبس البيترا متاعي وكها. باهي هذيك اغزروا كيفاش القوام تاعها، راه يجي طري البنات ما يجيش يابس، يجي طري باش تجيكم العجينه تجيكم طريه، فهمتوني هكا. باش البات معناه ايه البات تجيكم من بعد طريه ما تجيكمش يابسه. لهنا كالعاده مسحه لك العجانه تنظيفه ونرميها غاديك في بلاصتها، ننظف لها بلاصتها ونرميها في بلاصتها وكها. لهنا البنات باش تروني مطبسه نغزر الزقايه، راني لابسه شلاكة راجلي وجا طالب رزقه قال لي اعطيني شلاكتي باش نخرج وكها. وليت عطيته شلاكته وجاب لي شلاكتي لبستها وكها هكا. ولهنا مسحه لك الرخامه من بعد ما صي ركحت الامور الكل باش نعمل لها كيكه مسحه وتنظيفه وكها. هكا البراد العشاء حسيله طيبت كاستي كالعاده معناها، جاب حذايا حمويه عملنا كاستي، شربت انا وراجلي او هو شربنا كل واحد كاستي كها. لهنا البنات باش نبدا نحضر السكالوب نتاع المقلوب باش نعملو ماهوش شاورما، باش نعملو سكالوب. لا اله الا الله سيدنا محمد رسول الله. شعلتك الغاز باش نفوح الدجاج متاعي، باش نحط شويه ملح شويه فلفل اكحل شويه كركم وشويه كليل اكا. هذاك هو الفاح متاع السكالوب متاعي، ونخليه يتقلى في مش يتقلى معناه في برشا زيت، دوب هكا قطره زيت نخليهم يتقلى في وسطهم هكا. هاكا شويه زيت كيف ما ريتو حطيت، راني ما حطيتش برشا. لانا فوحته باش نخلطه كاك الكل في بعضه ونحطه نحطه يطيب يتقلى. راهو جا بنين 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 وخفيف. راجلي قال لي بصراحه اخف من متاع الشارع ابا. قال لي كل مره طيبين نزيد نحبه نزيد نحبه اكثر من متاع الشارع هكا. لهنا حاسيلو حطيت هكا شويه دجاج يتقلى. والله البنات ماهوش سكالوب معناها الصدر متاع الدجاج، نحيت صدر من الدجاجه فهمتوني. الحقيقه سوم سكالوب غالي وهيا قلت له هو عندي دجاجه تنحي لها الصدر متاعها هكا. صدر صدر ناقص شويه ذاك متاع الدجاجه هكا. ولهنا باش نحط نرحي شويه كليل هكا. الكليل زاده كيف كيف البنات راني معولتهم الصيف من قبل ما نحل القناه. مشيت والله كليل نتاع جبل بحذانا جبل نتاع كليل، مشيت نحيت حاسيلو 7 كليل وغسلته بالكدا بالكدا وشيحته وعبيته الكل بعد ما شاح بالكدا. عبيته الكل في سطل وخليته هكا. وين نستحق كنت باش رحيت منه انا اول مره رحيت منه كونتيتي كبيره. معناها كملت لي وفات لي وليت وفات لي فك العيد معناها عطيت معناها خذينا شوي شوي فهمتوني، اللي يطلبني هكا في شوي نعطيه. وفات لي في العيد الكبير وليت قلت هيا خلي كل مره نجبد هكاك نرحي بالوقت يبقى فاوح خير. اكل المرحي هذاك محطوط في حكه حسيته برد معناها ما طعمه ما بقاش قوي وريحته ما بقتش قويه.
وليت قلت هاي خليني كل مرة هكاكا بالطرف نرحي بالطرف للبيتزا ولا للسكالوب ولا حاجة هكاكا وانا رايدة في مخي هكا. حطيتك البطاطا غاديكا هاكا على القلاية صي سكالوب لهنا طاب. حطيتك القلاية تتقلى، حطيت بحذايا الخضرة نبرش فيها على صغاري معناها مقصوصة ما يحبوش ياكلوها لي في الساندويتش، وليت برشتها. عملت فقوس وعملت طماطم معناها قصيتها قصام. فقوس وسفناريا وبصل وطماطم. هذاك هو المتوفر عندي توا. عملت كيك. كان عندكم خس ولا ليتي حطوا ليتي ولا الخس فهمتوني. هكا باش نكمل نبرشهم هكاك الكل غاديك على جنب وكها. البنات اللي توني شريت المايونيز، راني المايونيز في العاده نعمله في الدار والله حتى راجلي ما عجبوش قال لي تعملي فيه انت خير. بحكم معناها الباتور نتاعي اكل البرا ذاك بالماء، اكل ميكسر بلونجون حسيلو ما فهمتش بيه تكسرني ما حبش يمشي. للي سهل ربي ان شاء الله. والله كل يوم على الاساس باش نهزو كنجي هزه صغار ونجي هزه صغار معناها القرايه نقول خلينا نهزو في يديا نهزو للصلاح يشوفهولي و... ومانا ونسى يصلحولي نوصل لشهر سنين نتذكر الحكاية ننسيه نخرج ونخليه ان شاء الله باش نهزو ان شاء الله نصلح هكا. كملت قصيتك الطماطم، حطيت كل حاجة هكاك على جنب وحدة باش نجيب نقص شوي بصل هكا جويد. بصل بصراحة نحسه يزيد إضافة كبيرة في الكسكروت بالرغم راني ما ناكلوش في الكسكروتات، أما في كسكروتي نحط عرفتو كالي نحط البصل ومن بعد نبدأ نفرز فيه. اما نحسه يعمل اضافه بنينه على الاخر معناها في الساندويتشات هكا. هذيك الخضره متاعي هكا وريتها لكم باش نبدا لهنا نحضر في البات، نحضر في الوحدات تاع المقلوب. كملت كالعاده مسحه لك الغاز باش نمسح الرخامه البنات ونحط عليها نحط عليها البات معناها نبدا نحضر. البنات حبيت نشكركم على تعليقاتكم، يعطيكم الصحة ويرحم والديكم ويكثر خيركم وإن شاء الله في ميزان حسناتكم بالحق. سامحوني سامحوني قصيت برشا مرات والله يقين عمت فيا أنا عطيتها دروس قلت لها بري يمشي لوني هكا. حطيت البات في الرخامة من وصيكمش البنات تحطوا رخامة تعبوها بالفارينة من اللوطة وتحطوا عليها كالبات هذيك وزيد ترشوا عليها الفارينة وترشوا يديكم بالفارينة وتبدو تشكلوا هكاك في كعابر كل كعبورة على كبر كف ليد فهمتوني هكا. هاوكا كيفاش نكعبر فيها راهي مهم ياسر تجي طرية فهمتوني. سر النجاح نتاع المقلوب باش نعملو في المقلة البنات ماشني عملته في الفور. نحسه على المقلة أبن وأقرب ياسر للمشري متاع الشارع. في الفور نحسه يجي شايح فهمتوني. هاي قلت خلينا نعمله في المقلة هكا. بديت حطيت المقلة تسخن وحطيت اكل البات حسيلو نحل فيها حليتها ما نحلهاش جويده برشا كيف تاع البيتزا نحلها اخشن من البيتزا بشوي ونحطها على القلايه معناها نحطها على المقله. شوفوا كيفاش هذيك البات متاعي حطيتها صيي باش نعمل لها هكاكا نقبها الكل بالفرشيطه ونخليها تاخذ وجه خليها تطيب كيكه. واللي وصلت معي لحد اللحظه ذي ومازالت ماشي مشتركه تشترك معنا في القناه تنضم معنا العائله متاعنا الصغيره بطبيعه الحال هذا فضلا وليس امرا. تنزل على الصابونيه الكحله الموجوده تحت الفيديو وبطبيعه الحال فضلا وليس امرا كيف ما قلت لكم. واللي مازالت ماهيش عامله اللايك تنزل على اللايك واللي مازالت ماهيش عامله كومنتير تكتب لي رايها كيف في كومنتير ويرحم والديكم ويكثر خيركم هكا.
خليتها تطيب الكعبة ذيك هاي ريتوها البنات، خذت وجه نقلبها هكا، الوجه اللي طايب عليه هذاك اللي طابت عليه المرة الأولى، نحط عليه سكالوب ونحط عليه الجبن ونغطي، نخليها تطيب واحدة واحدة دلي يذوب لها الجبن متاعها البنات. غادي البطاطا هاي كبزلت نقلي فيها صي حضرت، وباش نزيد نرمي الرمية هذيك على اخر رمية. هكا هو هذاك هو المقلوب متاعنا. والله البنات بأبسط حاجة تنجموا تعملوا سعادة متاعكم في الدار، مش لازم مش بالضرورة معناها واحد يخرج وياكل البر. انا والله ضد، نحب نخرج ونحب نتفرهد ونحب، اما ضد ماكلة الشارع. خاطر علاش؟ خاطر نحسها استغلال، ماهيش كاليتي باهية، معناها الله اعلم كيفاش مخدومة كيفاش مصنوعة كيفاش. الأكثرية نحب حاجتي في الدار، حاجتي نعملها بيديا للروحي، نعملها نتفنن فيها. وماكلة الشارع الحقيقة ما عنديش بها برشا برشا غراء هكا. معناها ما انا بالنسبه لي انا كي نصنع جوي هكايا في الدار، نطيب معناها ونبدا هكايا عامله جو، نطيب لعيلتي ونطيب الراجلي، نحس روحي حتى من راحه نفسيه خير من اللي يخرجني. نحب بطبيعه الحال نحب نخرج ناكل حاجه معناها حاجه معناها نقولوا نحن مكشتيه فهمتوني، ماهيش ماكله فهمتوني، حاجه نقولوا نحن حاجه حلوه قهوه. اما باش نفطر معناها ونعبي كرشي ماكلة الشارع والله ما مرة بعد قديه يمكن، اما ديما ديما لا. شوفوا لك الكعبة الاولى ما شاء الله حسيلو جت تهبل تهبل، وكل ريحة فيه وحف الكوجينة ما نحكي لكمش. عادة قلت لكم ماكلة الشارع ما مشني مغرومة بها برشا. نفضل اني معناها نطيب لهم هكاك حاجات في الدار وياكلوها في الدار. اول حاجة اقتصاد في المصروف، ثاني حاجة نظافة انظف. وكيف ما تعرفوا البنات الدنيا صعبت والدنيا غلط معناها، ماذا بيه واحد يقتصد في الفلوس ويتحسق معناها الاكثر درجة ممكنة فهمتوني. معناها واحد باش يخرج عائلته ويخرج معناها تخرج مثلا عائلة فيها أربعة كيفي أنا، معناها باش يخرج ياكل برا يحب له على قليلة 70 دينار، ولا مصروفها بقهوتها بكل شيء يحب لها 100 دينار. 100 دينار معناها تنجم تخليها في جيبك تشري منها كي شوية سكالوب وشوية حاجات وتعمل منها ماكلها كي في الدار. الحقيقة بالنسبة لي أنا كل مرة وكيفاش، أما بالنسبة لي أنا نفضل نعمل كل شيء بيدي. ونحب بطبيعة الحالات معناها بطبيعة الحال نحب نخرج ونحب نتفرهد ونحب ندور ونحب. اما كتوات يعني قلت لكم مرة بعد قديش نشري من الشارع مش مشكل، اما ديما ديما ما الحقيقة محبذهاش هكا معناها تنجم تصنع السعادة لروحك، ما تنكديش على الراجل ما تنكديش على روحك. ما تنكديش عيشتك بيديك، اعملي له كل شيء في الدار على عينيك، اعملي اللي يعملوا فيه في القهوة وفي الشوارع اعمليه في دارك بشوي، تبعي بشوي توا بقدرة ربي ما فما كان الخير. هكا هذايا مقلوب الصغار البنات عملهولهم ما صبروش والله ما صبروا كي راجلي كي ولادي حاسيلو اخر خبزتين اخر كعبتين آه، اخر كعبتين مقلوب حاسيلو تعشيتهم وحدي، قاعدة على الطاولة حاسيلو نتعشى وحدي. هما تعشوا وين الكعبة اللي تحضر يخطفها راجلي يعملها سندويتش يتعدى على روحه ياكلها ويتعدى هكا. باش نبقى هكاك نحل ونعاود نفس العملية ونفس الطريقة. كيف ما تشوفوا راي على المقلة النتيجة راهي ديما خير ديما خير البنات. شوفوا كيفاش قلبتها وحطيت اكا طرف سكالوب هكاك كيف ما يعملوا في البيتزارية هكاك يعملوا في الوسط سكالوب وشخشخ هكاك بالجبن وغطيها وخليها تطيب على روحها. اللي باش تقولي البنات على غطاء المقلة راهي طاح من يدي تكسر الغطاء بالنار. طاح من يدي تكسر ما لقيتلوش حتى حل معناه ما جتش قدو حتى غطاء من الغطاوات اللي عندي، وليت عملت له كالطبق هذاك فهمتوني. والمقله هذيك متاع السيرفيس تاعي متاع زهازي الحقيقه مخليتها كان هكايا حاجه كريب والا بيتزا والا حاجات هكاكا شايحه فهمتوني، نعمل فيها حاجات شايحه. لهنا سي كملت طيبتهم باش نحضر معاكم ساندويتش. عملت هريسه عملت مايونيز بشتروني كثرت من المايونيز البنات راني عشقي مايونيز هذا ساندويتش ليا انا راه هكا. هاو باش نزيد الهريسه ونزيد المايونيز
نحب المحرحر ونحب المفلفل هكا، فلفلتها حاسيلو. وباش نحط هكا سلايط، حطيت سفناري، وحطيت فقوس، حطيت طماطم، وحطيت شويه هكا بصل. وكهو هذاك هو عشاء تاع الليله. شوفوا لك المنظر، عباره مشري من الشارع. ها هاوك المقلوب متاعي، باش نزيدو الفريت. هذاك ما خلولي حاسيلو فريت. وزدت المايونيز، نسيت ما حطيتش فيه الزيتون البنات، عندي زيتون ونسيت ما حطيتش فيه الزيتون. هذا هو عشاء متاعي، وهذا هو المقلوب متاعي. ان شاء الله قصيمكم في الجنه. شخص كان جيتو جيراني راني وديتكم الناس الكل. هكا ان شاء الله قاسمكم في الجنه كيف ما قلت لكم. هاني جيتكم بدباره هكا يخف لف. وكا شوفوا لك الخفه، شوفوا لك والله خفيف خفيف، يذوب في الفم ذوبان اصلا. هكا هذا كان عشايا، وهذا كان كانت كانت عشويتي متاع نهار السبت. ان شاء الله يعجبكم الفيديو، ان شاء الله ينال استحسانكم، وان شاء الله نكون خفيف الظل عليكم. ان شاء الله دخلت لدياركم بالخير والبركه والفرحه والسعاده. هكا بقيت لهنا نوريكم فيه كيفاش. زدت معاها كاس بوغا سيدر. ولهنا هذه هي سهريتنا. بقيت هكا نتفرجوا في اسبوعي ونقشروا في شويه قلوب. عملت كيف ما قلت لكم كيسين تاي شربناهم. وكهو هذه هي كانت سهريتنا لليوم. وعلى خير وبسلامة. والفيديو سيء بريسكو في. ان شاء الله نتقابلوا في فيديو جديد، وفي امان الله.